لو انت بتتعلم تسويق وانت مش فاهم سلوك العميل او ايه هي القرارات او ايه هي الدوافع اللي بتخليه ياخد قرار الشراء، فانت اكنك بالظبط سايق في طريق وانت مغمي عينك. عشان كده في الفيديو ده هقولك كل القرارات والدوافع والمشاعر اللي بتأثر على العميل وتخليه ياخد قرار الشراء. لو انت مش متابعني، فده الحلقة التانية من كورس التسويق الكلاسيكي اللي بشرح فيه كل شيء يخص التسويق قبل ما ننتقل لموضوع الاعلانات الممولة والميديا باينج. وزي ما انا وعدتك في اول الكورس ده، لو انت كملت الكورس للاخر وخدت معايا كورس الميديا باينج والتجارة الالكترونية والدروب شيبينج، هتقدر تكون جاهز ان انت تنزل تشتغل في شركة او حتى تحقق اول فلوس من الانترنت عن طريق الدروب شيبينج. فعايزك تركز معايا في الحلقة دي عشان انت باذن الله هتطلع مستفاد. اول حاجة لازم نعرفها ايه هو السلوك البشري وازاي الانسان اصلا بياخد قرار الشراء. معلومة الناس كتير ممكن تستغرب منها، ولكن ان الانسان لما بيجي ياخد قرار الشراء ما بياخدوش بعقله، بياخده بالعاطفة. يعني الانسان لما بيجي يفكر يشتري اي حاجة ما بيفكرش ان هو بعقله الاول، ان هو فكر بعقله نسبة ان هو ياخد قرار الشراء هتكون معدومة. ليه؟ مثلا انت لو ماشي في الشارع ولقيت جاكيت عجبك، هل الجاكيت ده انت محتاجه؟ لا. ليه؟ لان انت لابس دلوقتي، انت حاليا لابس هدوم، ولكن الجاكيت ده عجبك. معنى انه عجبك ان انت حسيت ان انت لو لبست الجاكيت ده هيبقى شكله حلو عليك وان الناس هتشوفك بمنظر احسن. فبالتالي انت فكرت في الجاكيت ده او اعجبت بيه او حبيت تاخد الجاكيت ده او تشتريه بناء على العاطفه، مش بناء على المنطق او العقل. ان المنطق او العقل هيقول لك طالما انت لابس او طالما انت معاك هدوم ما تشتريش الجاكيت ده. واكتر حاجه الانسان بيكرهها ان هو بعد ما يشتري حاجه او يشتري منتج او يشتري حاجه حلوه بعدين يفكر فيها بعقله، بيقول هو انا كنت محتاج الحاجه دي فعلا؟ طب هل فعلا انا كان يستاهل ان انا ادفع فلوس في المنتج ده؟ وساعات ناس كتير جدا بعد ما بتشتري الحاجه بتبقى عايزه ترجعها، ان هي بتحس ان هي ما كانتش فعلا محتاجه المنتج ده وما كانتش محتاجه الحاجه دي، لانه بيكون اشتراها بناء على العاطفه مش بناء على العقل. فدايما الانسان بياخد قرار الشراء بناء على المشاعر، لان المشاعر على طول شاف الحاجه فهو عجبته فهو قرر ان هو يشتريها. لكن العقل طبعا بيحتاج ان هو يفكر كتير ويحتاج ان هو يقول انا محتاج دي ولا لا، ويبدا يحلل نقطه نقطه. وطبعا في ناس كتير جدا يعني نقطه المشاعر دي مش مسيطره عليها، فهو دايما بياخد قرار الشراء بالعقل. فاحنا هنا في دورك انت كمسوق ان انت تحاول تقنع الشخص اللي هو بيفكر بالمشاعر وتحاول تقنع الشخص اللي بيفكر بعقله. وده لسه هنتطرق له ان شاء الله في اللي جاي. طب ايه هي المشاعر اللي ممكن تكون مسيطره على شخص اثناء ما هو بيفكر انه يشتري منتج او يشتري حاجه؟ هندي مثال بالتليفون الغالي. الشخص لما بيجي يشتري تليفون غالي ما بيفكرش في يعني هو لو فكر بالعقل هيقول طب ما انا ممكن اشتري اي تليفون رخيص هيقضي معاه نفس الغرض. زي مثلا الايفون فيه تليفونات اقل منه في السعر وبتقدم مميزات احسن منه، ولكن هو بيفكر ان هو ازاي يبان ان هو شخص قيمه اجتماعيه. زي ما هو مثلا واضح هنا بيقول لك ان ان الشخص لما بيجي يشتري تليفون او بيشتري حاجه غاليه بيفكر في المكانه الاجتماعيه واحساس بالقيمه الشخصيه، ان هو عايز يحس ان هو احسن من باقي الناس دي. فمثلا واحد يشتري ايفون ب 30000 جنيه، مع ان في تليفون مثلا ب 15000 جنيه هيبقى احسن من ايفون ويقدم نفس الغرض، ولكن هو عايز يحس بالفخر، عايز يحس بالقيمه الاجتماعيه بالمكانه الاجتماعيه. وده برضو الناس بتروح تعمله لما بتروح تشتري مثلا عربيات لامبورجيني ومرسيدس وبي ام. وفي عربيات مثلا في فيرنا وفي هونداي بتقدم نفس القيمه وسعر اقل، ولكن هو لا بيفكر ان هو لا انا هبقى راكب بي ام، انا هبقى راكب مثلا مرسيدس وهكذا. دي مراجعه بسيطه على اللي انا شرحته. زي ما قلت ان العاطفه بتكون سريعه، ان هو بيشاف الحاجه على طول فهو هيجيبها هيشتريها على طول بناء على العاطفه، بناء ان هي عجبته. تاني حاجه غير منطقيه، ان هو مثلا انت لو فكرت بالمنطق زي ما اديت مثال بالتليفون او بالعربيه، انت ممكن تلاقي ان في عربيه ارخص من العربيه اللي انت عايزها. مثلا انت لو عايز عربيه لامبورجيني او عايز عربيه بي ام ممكن تلاقي عربيه سعرها ارخص من العربيه، بس انت عشان بتفكر بالعاطفه فانت شايف ان العربيه دي هتديك مظهر اجتماعي، هتديك منظر اجتماعي كويس، فانت بتفكر تقول لا انا عايز العربيه البي ام او العربيه اللامبورجيني او الايفون. دايما الانسان لما بيجي يشتري حاجه بعد ما بيشتري اي منتج ما بيبقاش عايز يحس بالالم، ما بيبقاش عايز يحس ان المنتج ده خالف توقعاته، لانه لو حس ان المنتج ده خالف توقعاته على طول هيروح يرجعه تاني. وعايز على طول يحس بالمتعه، عايز يحس ان هو فرحان ومبسوط، فبالتالي بيروح يشتري حاجات غاليه، بيشتري حاجات ملهاش لازمه عشان خاطر يحس ان هو مبسوط. يعني هو كل اللي يهمه ان هو يحس بالاحساس السعاده او طب ايه هي الحاجات اللي الانسان بيشتريها من غير اي تدخل من العاطفه؟ طبعا الحاجات دي موجوده في هرم ماسلو للاحتياجات الانسانيه. طبعا ماسلو وهو عمل هرم قال لك ان الهرم ده بيبقى مترتب ترتيب معين من اول القاعده لحد فوق، وبيفضل من تحت بيبقى الحاجات الاساسيه اللي الانسان لازم يكون عنده لحد فوق خالص. فطبعا في القاعده بتاعه الهرم هي الاكل والشرب والصحه. والصحه هنا مقسومه لنقطه الدواء واي حاجه تحافظ على الصحه. يعني زي مثلا كان في منتج نازل اللي هو منتج بيقول لك بيعالج الام عمود الفقري والكلام ده. فطبعا المنتجات دي على طول بتتباع ليه؟ لان هي بتركز يعني في الجزء ده، في الجزء اللي هو بتاع الصحه. فالانسان عمره ما يبطل يدفع فلوس. طبعا المسكن، الانسان طبعا عايز يسكن دايما في مكان نظيف، مكان كويس، مكان فيه امان، مكان فيه راحه. فمثلا كان في اعلان بتاع مدينتي في 2018 تقريبا، ناس كتير اتريقت على الاعلان ده وقالت لك الاعلان ده بيبص بنظره دونيه للناس، انه كان بيحس يعني كان بيظهر ان هم سكان مدينتي دول احسن من باقي الناس كلهم. ما يعرفوش ان الاعلان ده من اكتر الاعلانات الناجحه. ليه؟ ان هو بيخاطب فئه معينه، هو بيخاطب الفئه الناس اللي هي معاها فلوس، الناس اللي هي تقدر تشتري في مكان زي مدينتي. فهو بالتالي لازم يوصل لهم ان هم لو يعني بيوصلهم ان هم هيبقوا احسن من باقي الناس كلهم. فبالتالي هو يطلع من فلوس، وان مثلا اقل وحده تبقى بكام؟ 6 مليون جنيه. فهو لازم يوصل له ان انت 6 مليون جنيه اللي هتدفعهم في اقل شقه هناك
انت هتكون عايش عيشه كويسه، ناس تانية محوطاك، ناس شبهك، هتبقى عايش في امان، هتبقى مثلا في كومباوند، هيبقى في نوادي، فهو لازم يعرف هو هيدفع الفلوس دي في ايه، فاهمني؟ وطبعا الملبس او الملابس، طبعا الهدوم، الانسان عمره ما هيبطل ان هو يدفع فلوس في هدوم او يشتري هدوم، لانه دايما بيبقى عايز يبقى شكله حلو، عايز دايما يعني الهدوم اصلا فيها حاجتين، فيها حاجه العاطفه وحاجه اساسيه. الحاجه الاساسيه زي ما انا قلت لك، طالما انت لابس هدوم يبقى انت خلاص كده انت مش محتاج هدوم. والحاجه العاطفيه الانسان ده بقى عايز يبقى شكله حلو، فهيشوف اي حاجه هتعجبه هيبقى عايز يشتري. طبعا مشكله الاحتياجات الاساسيه دي ان هي دي ما ينفعش تخلق دوافع الشراء على طول، لازم تحولها لرغبه الاول. هتقولي ازاي ده الانسان على طول بياكل والانسان على طول بيشتري هدوم وبيشتري ملابس والكلام ده؟ هقول لك ايوه فعلا ده حقيقي، ولكن زي ما انا قلت لك قبل كده يعني انت مثلا بتبيع قميص غالي جدا مثلا ب 2000 جنيه او ب 1000، اللي هيشتري القميص بتاعك ده هو هيشوف ان هو لابس قميص، فهيقول لك ليه انا اشتري القميص ده؟ فانت هنا لازم تحول المنتج بتاعك ده لرغبه ان العميل يشتري. وزي ما انا قلت في الفيديو اللي فات، انت ما ينفعش تبيع لكل الناس، لازم تختار فئه محدده انت تبيع لها. هنقول على سبيل المثال مثلا انت بتبيع قميص، القميص ده مثلا سعره كام؟ 1000 جنيه، فمفيش حد يعني اغلب الناس ما حدش هيشتري قميص ب 1000 جنيه. ليه؟ هيقول لك انا لابس دلوقتي قميص، ليه اشتري قميص ابو 1000 جنيه ده؟ الا لو انت قدرت تقنعه، لو انت قدرت تقنع الشخص ده ان انت تبيع له قميص ب 1000 جنيه هيشتري منك. وطبعا لازم يكون معاه فلوس، لازم يكون حالته الماديه كويسه. وطبعا احنا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنشرح ازاي بالظبط تصيغ رساله تسويقيه لاي شخص في الدنيا بناء على العواطف بتاعته، بناء على الاحتياجات بتاعته، وازاي ترد على الاعتراضات بتاعته في الرساله التسويقيه. كمان ممكن نستنتج ان المأكل والمشرب والملبس والمسكن دي احتياجات اساسيه، بس الانسان مش هيشتريهم غير ما تتحول عنده لرغبه. يعني ايه؟ يعني المأكل ده هو ممكن ياكل اي حاجه، ممكن ياكل عيش وفول وطعميه، بس انت زي مثلا انت فاتح مطعم فرايد تشيكن، ازاي تقنعه انه يجي يجرب من عندك الفرايد تشيكن بتاعتك؟ مثلا المسكن، انت هو الانسان مثلا دلوقتي عايش مثلا في الجيزه في فيصل، انت ازاي تقنعه ان هو يجي ينقل مدينتي؟ فانت لازم تحول ده لرغبه عنده، وده اللي احنا هنشرحه برضه في الفيديوهات الجايه وفي الاجزاء الجايه. هنقول مثلا ان انت عندك مطعم بيتزا وعايز تسوق له وعايز الناس تيجي تجرب من عندك البيتزا، فالانسان الطبيعي هو ممكن ياكل اي حاجه، انت هتستغل ازاي النقطه بتاعه الجوع اللي عنده او اللي هو عايز ياكل في ان هو يجي يجرب البيتزا بتاعتك. فانت لازم زي ما مطاعم التسويق كلها، زي ما المطاعم كلها بتنزل صور الاكل جميله جدا، فانت بتلعب على حاسه ايه؟ النظر عنده، ان هو لما يشوف الاكل ده هيحس ان طعمها حلو جدا، فهو هيبقى عايز يجربها من عندك. فانت كده لعبت على الاحتياج الاساسي بتاعه اللي هو الاكل، ان هو عايز ياكل، وفي نفس الوقت لعبت عنده على العواطف، ان هو شاف حاجه حلوه جدا فهو عايز يجربها. ده غير كمان انت بتكتب مثلا ايه، زي كان اشطر حد عمل الكلام ده هو مطعم بلبن وكرم الشام وكنافه وبسبوسه، بيعملوا نفس الطريقه دي بالظبط، بينزل لك صوره الاكل حلوه ويكتب لك عليها مثلا ايه، لو مثلا فوتها هيفوتك كتير، حاجات زي كده يعني. فانت بالتالي لما بتشوف المنظر ده بتقول انا فعلا فايتني الطعم بتاع البيتزا دي، او فايتني طعم الاكل ده، فبالتالي تبقى عايز تجربه. نفس الكلام اللي بتعمله شركه ابل، هي بتقدم لك تليفون غالي، هو طبعا التليفون احتياج اساسي للناس، عايزه تتواصل مع بعض، عايزه تكلم بعض، دلوقتي التليفون بقى شيء اساسي، فشركه ابل بتقنعك ان التليفون بتاعها احسن تليفون. انت تحتاج في مثلا في كاميرا كويسه، في شاشه كويسه، في مساحه تخزين كويسه، فانت بالتالي انت كده عندك الاحتياج ان انت عايز تشتري تليفون. ولكن شركه ابل بتحاول تقنعك ايه؟ بالمميزات بتاعتها وبالحاجات بتاعتها، فبتحول ده لعواطف. انت مثلا لما تيجي تدفع 30000 جنيه في الايفون، عشان بعد كده عقلك ما يجيش يلعب على نقطه القلم عندك يقول لك انت ما كنتش محتاج التليفون ده، لا هم بيقول لك التليفون ده فيه كاميرا كويسه، فيه شاشه كويسه، فيه مش عارف ايه. فانت لما يجي عندك العقل يشتغل بعد ما تشتري التليفون ده، هتلاقي نفسك بتقول لا انا ده التليفون ده مثلا كاميرته 100 ميجا، ده الشاشه مش عارف شاشه اموليد. طب هل انت كنت محتاج فعلا الكلام ده؟ هل انت كنت محتاج كاميرا 100 ميجا؟ انت لو كنت مثلا، هل انت يعني بتصنع محتوى او انت مثلا بتصور منتجات او حاجه عشان انت تحتاج الكاميرا ال 100 ميجا دي؟ هتلاقي نفسك الاجابه لا، بس انت اشتريته بناء على ايه؟ بناء على العاطفه. فهم قدروا يحولوا الرغبه بتاعتك، قصدي الاحتياج بتاعك، قدروا يحولوه رغبه. فالقرار هنا مش ان انت محتاج الحاجه دي فعلا، انت بتقول انا عايز الحاجه دي لكن انت مش محتاجها. فمثلا ان انت عايز تحس ان انت مرغوب، يعني انت مثلا لما تلبس لبس كويس او تلبس حاجه كويسه، فانت عايز تحس باحساس ان انت مرغوب، عايز تحس ان انت حلو والناس بتبص لك، فده احساس. وكمان ناس كتير جدا بتفكر ايه صورتها بعد ما تمتلك المنتج، ودي نقطه كويسه جدا جدا جدا، دي تقدر تلعب عليها في التسويق فيما بعد لما تيجي تعمل اعلانات، ان انت ازاي تبعت رساله للعميل او تعرف العميل ايه احساسه اللي هيحسه بعد المنتج ده. على سبيل المثال مثلا انت بتبيع ساعه، فتقول للعميل الساعه دي مثلا ساعه رجال الاعمال، ساعه المشاهير، ساعه الناس الاغنياء، فهو بيبقى بيشتري مثلا ساعه ب 500 جنيه، هو حاسس ان الناس هتشوف الساعه اللي في ايده دي ب 4 5 6000 جنيه، فبالتالي هيشتريها. ليه؟ ان انت بتقنعه ان هو هيبقى مميز، هيبقى يعني، فانت هنا بتقنع العميل ان هو هيبقى مميز، ان هو الحاجه اللي هيشتريها دي الناس هتشوفه بمنظر تاني. ونفس الكلام الوضع الاجتماعي، انت مثلا ما تقول له هتشتري ساعه رجال اعمال، هتشتري ساعه فهو هيقول في دماغه ان الناس لما تشوفني هتفكرني ان انا يعني هتفكرني ان انا رجل اعمال او انسان غني، او هو الساعه يكون شاريها بسعر رخيص. وفي موضوع الساعه ايه؟ هي ساعه احتياج بتعرفك الوقت، ولكن احنا قدرنا نحولها لرغبه. ايه هي الرغبه؟
ان انت هتقول له مثلا الساعه دي شكلها حلو، الساعه دي هتخليك مثلا، مثلا الساعه دي كان لابسها تامر حسني، الساعه دي كان لابسها محمد صلاح، الساعه دي كان لابسها راجل اعمال مشهور، الساعه دي كان لابسها اي حد. فبالتالي هو هيحس ان هو لو لبس الساعه دي هيبقى زيه زي الشخص ده. فهو بناء عليه بيقول ان هو هيبقى في من الناس هيبه، يعني في من الناس ثقه واحترام، الناس هتحترمه، الناس هتشوفه في طبقه اجتماعيه تانية غير اللي هو فيها. فدي كلها دوافع، دي كلها دوافع هتخليه يشتري المنتج ده. فانت كده قدرت تحول الاحتياج بتاعه الاساسي اللي هو ان هو يعرف الوقت بس، انت قدرت تحوله لرغبه ان هو يكون عايز المنتج ده فعلا، ان هو يكون عايز المنتج ده فعلا مش عشان يشوف الوقت، ولكن علشان الاحساس اللي هيحسه بعد ما هو يشتري المنتج ده. فالخلاصه في التسويق ان انت دايما تخاطب الانسان بالعاطفه، ما تخاطبوش بالعقل ابدا. انت خاطبته بالعقل في مثال الساعه مثلا، تقول له انت اشتري الساعه عشان تشوف منها الوقت، فهو يقول لك طب ما انا اشوف الوقت في التليفون، اشتري ساعه رخيصه اشوف فيها الوقت. لكن انت لما لازم تقنعه تحول الاحتياج بتاعه ده لرغبه، ان هو يفكر ايه الاحساس اللي هيحسه او المشاعر اللي هيحسها بعد ما هو يشتري المنتج ده منك. كده احنا نكون خلصنا. في الفيديو الجاي انا هشرح كل المشاعر اللي الانسان بيحسها قبل ما يشتري اي منتج او ياخد قرار الشراء، وازاي انت تقلب المشاعر دي لصالحك انت وتبيع له اي منتج يجي في بالك. ما تنساش تشترك في القناه، ما تنساش